مساء الخير، مساء التفاؤل، مساء الأمل، مساء السعادة لقلوبكم. يا رب تكونوا كده في أتم صحة وفي أحسن حال. أول حاجة معانا حلة على النار، هنحط فيها البنجر. أول ما يغلي على طول هنطفي عليه من غير ملح ولا أي حاجة. أنا طبعا يا حبايبي كنت مشترية معاكم اللفت ده من فيديو المشتريات اللي هو كان أول امبارح. فأنا كنت مكسلة وعملته النهاردة معاكم. هنشوف الطريقة مع بعض ازاي. اول حاجه طبعا جبنا البنجرايه هي واحده. انا مكنتش هعمله بالبنجر، بس هو الراجل يعني قال لي تاخدي، قلت له ماشي هاتي. انا كنت هعمله من غير بنجر، من غير لون، هو هيلون على مع نفسه كده يعني. فانا قلت يلا مفيش مشكله احطها وخلاص يعني. عملت لون، عملت ما عملتش، مش مفيش مشكله. احنا هنشوف مع بعض اللون بتاع البنجرايه دي هيبقى ازاي. اول حاجه بجيب ميه مغليه زي ما انت شفت في اول الفيديو، بحط فيها البنجر وبسيبها يغلي. اول ما تغلي على طول بطفي عليها على طول. وبعدين هنجيب اللفت ونغسله كويس. هنشيل بقى الطينه والرمله اللي فيه، ونشيل اي حاجه شايخه من فوق. بننضفها كويس. بس ما بنجيش ناحيه اللون، لان اللون اللي هو في اللفت نفسه هو اللي بيلون نفسه. يعني احنا لو عملنا اللفت من غير لون ولا من غير بنجر ومن غير بنجر، اللون اللي في اللفت نفسه هو اللي هيلون اللفت ويخليه لونه. اللون اللي انتوا بتشوفوه هو اللون الموف او اللون الاحمر. وهننضفهم كويس وبعدين هنشوف هنعمل ايه. داخل علينا سنة يا حبايبي، سنة جديدة. يا رب تكون سنة سعيدة عليكم، وربنا يشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق للذرية الصالحة، ويبعد عننا الهم والحزن. واللي نفسها في حاجة ربنا يحققها لها ان شاء الله، وبيحقق لها كل اللي بتتمناه. ربنا يسعد قلوبكم ويسعد قلوبنا يا رب. ويفرحنا ويجعلها ان شاء الله سنة الخير والسعادة والبركة، ورفع البلاء والوباء علينا، ورفع الوباء عننا وعن العالم اجمعين يا رب. اللهم امين. وربنا يرحم موتانا، واللي فقد عزيز وغالي ربنا يرحمه ويصبر قلبهم يا رب على كل عزيز وغالي فقدناه. ويرحمنا برحمته ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده هنا برضو احنا لسه بنغسل اللفت. زي ما قلت لكم انا مش باجي ناحية اللون بتاعه ابدا. انا بشيل بس اللي هي الحتة اللي مش نظيفة واللي مش كويسة، وبشيل الشوشة اللي فيهم من فوق. ويا رب يبعد عننا يا بنات الناس اللي ما تستحقش انها تبقى جنبنا. بندعي ربنا بكل اللي بيتمناه قبل ما السنة تخلص مع بداية السنة الجديدة. رب يا رب بيوفقنا جميعا ويسعدنا ويكرمنا بالخير، يا اللهم امين يا رب العالمين. ويجعلها يا رب سنة سعيدة علينا، خالية من النفاق والخيانة والكذب. ويكرمنا يا رب بالناس اللي قلبها نضيف وصدقة. واهم حاجة من ده كله ان ربنا يكرمنا بالستر والصحة يا رب. اهم حاجة عندنا الستر والصحة. مادام فينا صحة وربنا سترنا، يبقى الدنيا كلها الحمد لله بخير. اهم حاجة من ده كله الصحة. اهو كده معانا البنجر بعد ما غلي طفيت عليه. اول ما غلي على طول خلاص قفلت النار عليه. نرجع بقى تاني ننضف، نكمل تنظيف اللفت. اللفت ده يا بنات انا كنت جايباه زي ما قلت لكم 2 كيلو ب5 جنيه. بس انا جبتهم يعني دول ب13 جنيه، يعني ازيد من 2 كيلو بحاجة بسيطة. بس للأسف طلع برضو فيهم اللي شايخ واللي بايظ من جوه. فتبارك الله يعني فيما رزق، الحمد لله.
وهو كده احنا خلصنا غسيل اللفت. هنشيل بقى بس الفضلات اللي في الحوض، ونغسل الحوض، وبعدين تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. في ناس برضو يا بنات اللي هو اللون الاخضر اللي بيبقى في اللفت ده، مش بترميه وبتخلله برضو عادي، بس انا مش بخلله. في ناس بتحبه وبتخلله مع اللفت، انا لا، انا مش باكله بخلله. او بعد ما غسلناهم هنديلهم شطفة كده بسيطة، وبعدين هنبدأ بقى مع بعض نقطعهم. هنشوف كل واحد برضو ليه تقطيعة. انا بقطعهم صغير كده يعني، ولا صغير ولا كبير، عشان لما تيجي تطلعي منها كده تطلعيها تاكليها مرة واحدة. مش لسه في ناس بتعمله كبير وتقطع اول ما يعني يستوي المخلل وتيجي تاكل منه، بس لا، انا بقطعه اللي هو زي ما انتم شايفين. هنشوف مع بعض نقطعه ازاي. اهو، ولا كبير ولا صغير. طبعا فيهم اللي كان بايظ من جوه، وفيهم اللي شايخ فاضي من جوه خالص. طبعا فانا استغنيت عنه ورميته، عشان لو حطيتي الشايخ من مع يعني مش رميتيه، هيبوظلك المخلل، وهيبقى طعمه مش حلو، مش هيستوي اساسا. فانا حاولت على قد ما اقدر يعني اشيل منه الشايخ ده، لان اغلبهم كان كده. هو زي ما قلت لكم انا مش بقطعه كبير، بقطعه وسط، ولا كبير ولا صغير. وفي ناس برضو بتحط له هريسة شطة، بس انا برضو ما بحطش هريسة شطة، لان انا عندي جوزي ما بيحبش الشطة، فانا بستكفى بالطريقة التقليدية العادية يعني. لو زي ما قلت لكم البيضة برميها، او في واحدة كبيرة زي كده برضو هتطلع بايظة فهرميها. يعني كتير كتير طلع بايظ، مش واحدة ولا اتنين، لا، اغلبهم طلع كلهم شايخين من جوه مش كويسين. اهو بصوا، فاستغنيت عنه. هي اساسا عامة شكل الفتاة الكبيرة بتبقى مش دايما بتبقى سليمة من جوه، فلما تشتري اشتري الوسط. وهو كده يا بنات بعد ما قطعناهم، وبوريكم شكله ازاي. واللي شايف برضو زي ما قلت لكم استغنيت عنه. بعدين هنجيب البرطمانة دي شالت ال2 كيلو اللي انا جبتهم، هنملاها في البرطمانة، وبعدين نشوف المحلول بتاعه.
املي البرطمان كويس واكبسي، املي البرطمان واكبسي عليه. عشان بصوا انا بكبس ازاي، بملاها يعني. هي خدت معايا ال2 كيلو اهو. وبعد ما ملينا اهو اللفت في البرطمان، هنيجي بقى نشوف مع بعض محلول اللفت هيبقى ايه. انا زي ما قلت لكم انا جبت بنجرية واحدة، فللاسف ما عملتش لون اللي هو اللون الاحمر قوي ده. بصوا، فعادي يعني. انا اساسا كنت بقى زي ما قلت لكم انا ما كنتش هعمله بلون، بس يلا مش مشكلة يعني. انت بقى حابة تحطي له بنجر او شمندر زي ما في ناس بتسميه برضو شمندر. عايز تستغنى عنه، في ناس بتحط برضو لون طعام. زي ما تحبي. عايزة تعمليه على كده برضو من غير لون برضو هيبقى جميل. انا كنت اعمله من غير لون زي ما قلت لكم، بس لما الراجل قال لي تاخديها قلت له يلا مش مشكلة. هنيجي بقى هنا نحط ملح. الملح يعني مفيش حد هيقدر يحدد لك مقدار الملح اللي انت هتعمليه. انت حط الملح وبعدين تشوفي دوقيه، شوفي اذا كان ملحه مظبوط ولا عايز ملح تاني. في ناس بتحبه مالح قوي، في ناس بتحبه وسط. فانت على حسب المذاق اللي انت بتحبيه حطي. يعني انا مش هقدر اقولك انا بحط مثلا على لتر ميه مثلا 5 معالق ملح، لا. انا بحط الملح وبدوق اشوف اذا كان محتاج ملح ولا لا. بصوا كده مش محتاج ملح. انا محطتش بمعلقه ولا يعني ما عملتش بمقدار. وهنحط حوالي كده ربع كوبايه خل. الخل ما بيهريش برضو المخلل. انا عملت مخلل ليمون وحطيت له خل، ما هرهوش يعني ولا خلاه طري، لا بالعكس ده يعني جميل. هعمله مره معاكم برضو. وهنملى بقى الازازه من المحلول اللي احنا عملناه. ولو عندك شمس حطي المخلل اللي لفت ده في الشمس، هتاكلي احلى مخلل. ما عندكيش عادي برضو، بس هياخد وقت كتير في السوا. يعني انت لو عايزاه يستوي بسرعة حطيه في الشمس. لا مش مستعجلة عليه، عادي خليه على كده في المطبخ وهو يستوي، بس هياخد وقت في السوا يعني. انا عندي شمس بتبقى الصبح بس، فهحط وقت الصبح وابقى اشيله تاني. انت بقى عندك شمس حطيه في الشمس، وبرده زي ما قلت لك هتاكلي منه بسرعه. لا ما عندك الشمس يبقى هيستوي برده بس هياخد وقت كبير في السوا. بس كده هملى بقى المحلول بتاعه للاخر اهو، بدوس عليه اهو كده. مليت انا البرطمان للاخر، وبعدين هنغطي البرطمان. ومرة بقى تخليه مقلوب البرطمان مقلوب، ومرة تخليه معدول عشان المية توصل لكل اللفت يعني. بس كده وبالهنا والشفا. زي ما قلت لك لو حطيتيه في الشمس حوالي 10 ايام او 15 يوم هتاكله. لو محطتوش في الشمس لا هياخد وقت في السوا. ده كان شكل البرطمان النهائي المخلل بتاعي. وزي ما قلت لكم مرة تقلبيه، يوم تقلبيه ويوم تعدليه. انا بقلبه وبعدله يعني عشان بقول لكم ان تقلبوه وتعدلوه. بس كده. وده كان الشكل النهائي للمخلل بتاعنا. يا رب يكون شكله عجبكم. جربوه. واسيبكم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.